حبيت أعمل مفاجأة لجوزي في عيد ميلاده، فقررت اشتري له بغبغان غالي جدا وبيتكلم بكل اللغات. وقلت في نفسي أهو يتسلى وحدته وهو قاعد لوحده في المكتب. رجعت البيت وحطيت البغبغان في القفص وغطيته. عيب تشوف اسم سيدنا محمد قدامك وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. ولما جوزي جه بالليل قلت له بابتسامة رقيقة: غمض عينيك يا حبيبي، أنا جبت لك هدية هتبهرك. جوزي غمض عينيه وأنا شلت الغطا من على القفص. بص للبغبغان ووشه جاب ألوان وقال: إيه ده يا حبيبتي؟ قلت له بفخر: ده بغبغان غالي جدا، بيعرف يتكلم فرنساوي وإنجليزي وكمان بيغني. جوزي سكت شوية وبعدين سألني بخبث: طيب وهو طعمه إيه في الفرن؟ سرحت وقلت: يا نهار اسود، ده ب5000 جنيه عشان يتكلم معاك مش عشان تاكله. رد بكل برود: والله يا حبيبتي مادام هو شاطر قوي كده وبيتكلم لغات، ما نطقش ليه وهو بيشوفني بسم السكينه وقال لي اني بغبغان مش فرخه. قعدت اعيط من كتر الدراما والفلوس اللي طارت، وهو دخل المطبخ وهو بيقول: انا ما بحبش العصافير اللي عامله فيها مثقفه.